تمارين لزيادة الطول خلال أسبوعين. الجميع يريد أن يزدادوا في الطول، وهذه المقالة يمكن أن تساعدك على تحقيق هذا الحلم. السؤال الذي يسأل الجميع هو كيفية الزيادة في الطول في فترة قصيرة من الزمن. عادة المراهقين هم الذين يريدون أن يكونون أطول من أقرانهم، ويتساءلون دوما على التمارين التي تمارس لزيادة الطول بسرعة. طريقة واحدة للحصول على جسم أطول بسهولة هي أن تمارس التمارين المذكورة أدناه بانتظام. تحتاج أيضا الصبر والإصرار على تحقيق النتائج المرجوة. التمرين الأول: يقوم الفرد بالنوم على الظهر مع اثني الركبتين، ثم يرفع منطقة الحوض لأعلى والأسفل، فتقوم بإرخاء عضلات الظهر التي تسبب انحناءه، وهذا يساعد في جعل الظهر مفرودا ومستقيما. التمرين الثاني: يتم الاستلقاء على الظهر مع إرجاع الذراعين وفردهما بجانب الرأس وشدهما جيدا، مع رفع الرأس والجذع مع الذراعين، وهذا يساعد في استقامة العمود الفقري للجسم، مما يساعد في زيادة الطول. التمرين الثالث: ينام الفرد على بطنه ويكون الوجه إلى الأسفل والذراعان في الجانبين، ويتم إطلاق الزفير مع رفع الصدر أعلى دون تحريك الوسط. يتم تكرار هذه التمرينات يوميا، كل تمرين لمدة 5 دقائق لمدة أسبوعين متواصلين، وسيتم ملاحظة زيادة الطول.